ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صلوا بينا على حضرة رسول الله. تعالوا ننضف هنا المطبخ. غسلت المواعين بقى، يعني مفيش حاجة جديدة ان انا اوريكم وانا بغسلها. الله على النبي كده. تعالوا بقى كده ايه، ننضف الارضية. ثواني. انا معاكم. ثواني ونرجع له. مش عارفه الكاميرا مبقلظاني ومبخوراني. صلوا على النبي يا جماعة. صلوا على النبي كده، وحطوا اللايكات، واشتركوا في القناة، ودعوة منكم ليا
ربنا يريح بالي. واي حد بيكتب كومنت مش مظبوط ربنا يجعله ظهر ليك، قدامك، ظهر في ظهرك وقدامك. دايما انا بقول اي حد بيكتب كومنت مش مظبوط ربنا يجعله في ظهرك وفي قدامك، لان ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يقول لي ايه الجنه والنار. انا هقول معلومه واحده. زانيه عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان حديث بيقول فيه ان كانت زانيه اطعمت قطه ربنا ادخلها الجنه. تمام، فما حدش يحكم على حد. بص الاقي كومنتات شيوخ وقديسين نازلين يكتبوا لي حرام احنا عشان تدخلي الجنه وعشان كده هتروحي النار. يا جماعه اتقوا الله. ما حدش يحكم على حد من بعيد، ما حدش يحكم على حد. ما فيش حد يقدر يقول انك هتخش الجنه او هتخش النار. هو ده حاجه من عند ربنا، دي قدره ربنا سبحانه وتعالى، دي قدره ربنا. وده علم الغيب بتاع ربنا، ما وكلش بيه بني ادم يقول لك اصل دي هتخش جهنم. ما فيش حد عنده عمل مقياس ان هو هيخش الجنه او النار. ما حدش بيعمل عمل معين ده يقول عليه ان انا كده داخل الجنه. داخل الجنه او النار دي رحمه من عند ربنا وقدره وحكمه منه. ما حدش يقول لحد انا هخش ان ده هيخش الجنه اصل ده داخل النار. ما حدش يتكلم الكلام ده يا جماعه، علشان خاطر ما حدش يعلم الغيب الا هو عالم، هو له حكم. في يقول لك اصل فلان ده هم مساب شعره، واصل فلانه ده هي طالعه بنص كم. انا مش بنص كم، انا كده كده بشمر العبايه لحد كده اهو واقف انضف هي هياها. تمام. محدش ابص الاقيه كاتب لي كومنت انت هتروح وانت مالك انت. خليك في نفسك، خليكي في نفسك. ما تعمليش عشان اصل اليوتيوب ده يا جماعه اكتشفت مؤخرا ان لا بتعرف الراجل ولا بتعرف الست. تحس ان هو عالم كله فيك، تعليقات كده سلبيه ما انتش عارفها بتاعت واحد او واحده. فعارف الهيصه، احنا في هيصه ومين يزود. فانا كنت الاول بتضايق، دلوقتي ما بتحركش مني شعره علشان ما اعرفش مين اللي بيكتب ان كان راجل او ست وان كان حقيقه او فيك. فالناس بحالها بتتكلم وخلصنا، بتتكلم وخلاص. اللي زي بيقول لك ايه كده في ميزان مين يزود، يلا شوف انت عندك ايه زياده. فملوش لازمه الحكم على الناس من الظاهر. اتعامل مع الشخص الاول وبعد كده تعالى كده قول لي انت فيك ايه. ده محترم ومؤدب وابن ناس وابن اصول وابن اكابر وي 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 وتتكلم مع الناس ايه حلو. يعني الحاجه دي بتاعت قدره ربنا. بتبقى بتصلي على السجاده ركعه ركعه وما بتسيبهاش، وتلاقيها اقذر ما تتخيل معاك في المعامله. هو قدره بقى، هو ربنا سبحانه وتعالى له حكم. هو حكيم في ان هو يختار الناس. هو دي ما حد من خلاصه، ما حدش يعرف مين. ما حدش يحكم على حد اصل ده هيخش جهنم، اصل ده هيخش النار، اصل ده هيخش الجنه. سيبوا الملك للمالك، دعوا الملك للمالك. ما حدش يحكم على حد، سيبوا الناس ماشيه، سيبوا الناس ماشيه. ما حدش يتكلم على حد، ما حدش يحكم على حد، بس سيبوا الناس في حياتها. لا اللي معاه فلوس كتير مقياس ان هو يكون سعيد، ولا الفقير مقياس ان يكون حزين. ربنا سبحانه وتعالى له حكمه في شؤونه، هو حر في خلقه، له في خلقه شؤون. محدش يتدخل في حياه حد ولا يكتب كومنت يقهر. يعني ايه؟ كنت الاول بدأ يعني ما يكتبش كومنت كلمه طيبه صدقه وبس. صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه. مشاهده الفيديو.